بكم حلقة جديدة من كاتب كتاب. يلا بينا نسمع قصة. النهارده معانا مغامره جديده، مغامره يوسف. في القصه بتاعتنا النهارده القصه بتحكي ايه يا ولاد؟ بتقول ان يوسف بعد ما رسم لوحه بتاعته جميله قوي فيها بائع ايس كريم وفيها قطه بتحاول تطارد العصفور اللي على الشجره دوت. يوسف تعب وحس ان هو عايز ينام شويه، لكن اول ما ينام هو عايز ينام. كان الأوضة كانت ضلمة شوية، لكن في لمبة خفيفة جدا كانت ملاحظة إيه اللي بيحصل بعد ما يوسف نام. إن علبة الألوان اللي كان بيرسم بيها ليوسف ما اتقفلتش كويس وكانت مفتوحة شوية. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن طلع من العلبة دي لون. تفتكروا إيه اللون اللي طلع؟ أنت بتحب ألوان إيه يا حبيبي؟ بتحب الأصفر؟ وأنت بتحب لون إيه؟ الأصفر. الأصفر برضه. الأصفر طبعا كل الألوان جميلة، لكن اللون البطل معانا في القصة النهاردة هو اللون الأحمر. المهم إن اللون الأحمر ده طلع بره علبة الألوان وقعد يبص حواليه، لقى أوضة يوسف حواليه، الأوضة ملابسه، السرير. المهم كان حاسس ببهجة كبيرة جدا. يا ترى البهجة دي كانت جاية منين؟ من تخيلكم كده، البهجة كانت جاية منين؟ البهجة كانت جاية من اللوحة اللي رسمها إيه؟ يوسف. لان كان فيها اولاد بيهيصوا فرحانين بالايس كريم وفيها قطه بتطارد العصفور. فالمهم خرج اللون دوت، وفجاه لسه اللون بيكتشف المكان حواليه سمع دوشه وهيصه وحد بيزمر في زماره كده عشان يلفت نظر الولاد. يا ترى مين اللي كان بيلفت نظر الولاد؟ كان بيلفت نظر الولاد بائع الايس كريم. الولاد كلهم وقفوا طابور قدام بتاع الايس كريم، واللون الاحمر وقف معاهم كمان عشان ياخد ايس كريم. لكن لما الدور جه عليه عشان ياخد، راح البياع قال له ايه ده؟ احمر؟ انا ما بحبش اللون الاحمر. دلوقتي بياع الايس كريم رفض ان هو يديله ايس كريم، وقال له لو كنت لون اصفر او اي لون تاني انا ممكن اديلك. هو مش ما رضاش يديله لانه لون احمر. لو انت مكانه ممكن تعمل ايه؟ فكروا فيها لحد ما نرجع لاخر القصه ونشوف هنعمل ايه. اللون الاحمر ده قاعد زعلان. مين اللي راحت تحل له مشكلته؟ القطه نونو ديت قالت له ايه؟ ما تزعلش، انا ممكن بحركه سحريه اخليك لون اصفر زي ما بائع الايس كريم عاوزك. وفعلا حركت ديلها كده وعملت حركه في الهواء، وفعلا بقى لونه اصفر. وراح اهوت ورايح لبتاع الايس كريم وقال له انا هو بقيت اللون الاصفر اللي انت عاوزه، ومن فضلك بقى اديني ايس كريم. باع الايس كريم اداله ايس كريم، ايوه اداله ايس كريم، وانبسط وسعيد جدا انه خد ايس كريم. وبعد كده ايه؟ قعد ياكل بسعاده مع الولاد. بعد كده في ولد من الولاد اهوت ابتدى يصفر وابتدى يجمع اصحابه حواليه، وايه ابتدى الكوره تتنقل من رجل لرجل وابتدوا يعملوا فريق. وكلنا بنحب لعبه كره القدم، صح؟ انت بتلعب احيانا يا حبيبي؟ تحب تلعب؟ معاك فريق ولا بتلعب مع اصحابك كده خفيف؟ لا انا صحيح خفيف. بتلعبوا مع بعض. انت كسبت معاهم كم مره؟ عادي، ساعات مرة نكسب مرة نخسر عادي. مره تكسبوا ومره تخسروا، لكن بتستمتعوا باللعبه، صح؟ وانت عندك فريق يا حبيبي؟ بتلعبوا كره قدم ولا بتلعبوا حاجات تانية؟ كرة قدم. انت دايما بتفوز ولا احيانا كده واحيانا كده؟ احيانا كده واحيانا كده. طيب المهم هو بقى ايه؟ جه يلعب معاهم، فراح رئيس الفريق لابس لون فانيلا لونها ايه؟ ازرق. قال له ايه ده ايه ده؟ لا لا لا، احنا الفريق بتاعنا بيلبس فانيلا لونها ازرق، ما ينفعش تلعب معانا وانت لابس التيشيرت. فاكرين اللون اللي هو غيره لما راح لايس كريم كان لونه ايه؟ احمر. هو كان احمر الاول، بعد كده بقى لونه ايه؟ اصفر. برافو عليك. طبعا عمل ايه؟ راح زعلان تاني ومش عارف يعمل ايه. مين اللي ساعده المره اللي فاتت؟ القطه. برافو عليك. المهم راح للقطه وراح قال لها ايه؟ مش راضيين يلاعبوني الا لما اغير لوني. قالت له ما تزعلش، انا ممكن اغير لك لونك. وفعلا ادي لونه اتغير اهوت وبقى لونه ازرق، وقعد يلعب معاهم وبقى مبسوط جدا جدا جدا.
تتوقعوا ايه اللي حصل بعد كده مع اللعب والعرق والاجهاد اللي هو عمله؟ ايه اللي حصل؟ ان الالوان اللي هي عنده اللي حصل لها اتلخبطت على بعض، بقت لون غريب تاني. طيب لاعب رئيس الفريق قال ايه؟ ايه ده لا اللون ده ما اعرفوش، مش ما ينفعش يلعب معانا، ما ينفعش ايه يلعب معانا. وبقى هم خايفين منه وهو خايف منهم، وابتدوا يطردوه، وبقى يجري يجري يجري. وجري فين؟ رجع فين لمكانه الاولاني؟ رجع لعلبة الالوان تاني. المهم اصحابه الالوان برضو ما رضوش يدخلوا علبة الالوان. ليه؟ لان هو بقى لون غريب، واضطر ان هو يقعد بعيد لوحده، وقاعد زعلان، وقعد يجفف عرقه كده شويه ومش عارف يعمل ايه. في التوقيت ده كان ايه اللي بيحصل؟ ان اصحابه كانوا بيدوروا عليه، بس هم لما راح لهم وهو الوانه متغيره، هو كان زعلان جدا، هم مش عارفينه، فقفلوا علبه الالوان عشان ما يدخلهمش، لان هو بالنسبه لهم حاجه غريبه جدا جدا. طيب هو لما قعد يجفف عرقه ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ لو انا حاطط كده اصباغ على وشي زي البهلوان مثلا كده، وحاطط اصباغ كتير، وبعدين ممكن يكون لونه العرق رجع نزل تاني على أحمر؟ وشه. نعم، ممكن يكون لونه تاني رجع احمر. برافو عليك، ممكن يرجع تاني اللون، انه يرجع للون الاحمر، ولا هيرجع للون الاصفر؟ لا، رجع للون الاحمر تاني. لقى مين اللي بيدوروا عليه؟ لقى اللون، لقى اصحابه اللي هم بيدوروا عليه. الاصفر بيدور عليه، واللون الاسود عمال بصوت جهوري، انت فين يا لون يا احمر؟ احنا بندور عليك، احنا قلقانين جدا عليك. ولقى اللون الابيض برقته المعروفه وعمال يهمس، انت فين يا احمر؟ انت عندك مكان. قال جمله مهمه جدا جدا جدا، قال له انت فين؟ انت مكانك في اللوحه مكان فاضي مفيش حد ممكن يملاه، انا زعلان جدا لاني مش لاقيك وانا بدور عليك. المهم هو سمع الكلام ده وابتدى يقول يا معقول اصحابي بيدوروا عليا ومفتقديني، وابتدى يمسح دموعه ويرجع لهم، ويرجع باللون الاحمر تاني، ورجع لهم ودخل لون علبة الالوان بتاعته. انت قول لي ايه اللي فهمته من القصه النهارده؟ ان اللون الاحمر ان مهم ان كل واحد فينا يعمل ايه لما كل واحد يساعد فينا التاني. ايه يساعد التاني. تلعب مع اصحابك وبيروحوا يشوفوا التيشيرت الجميل ده ويقولوا لك اللون ده مش حلو، بتروح لماما تقول لها غيرهولي، وبعد شويه تروح عند ناس تانية يقولوا لك اللون ده مش حلو غيرهولي. بتعمل كده مع ماما؟ لا طبعا ما ينفعش. عارف ليه؟ لان احنا ما ينفعش نغير نفسنا لكل واحد على مزاج اللي حوالينا. انتوا عارفين ان احنا ربنا خلق لينا حاجه هنا اهو في بصمتنا. البصمه دي لو احنا عملنا كده وحطينا لون، مفيش حد في الكون عنده بصمه زي التاني. يعني انت ربنا خلقك مش شبه حد فعلا، لا انا ولا انت ولا اي حد من اصدقائنا هنا شبه حد. يعني انا مفيش حد انا مش متكرر فعلا، انا مش متكرر، يبقى انا ليه اكرر نفسي تاني لحد؟ طب ما الناس عايزيني كده. لا، ربنا جابك مختلف عشان انت باختلافك ده بتعمل حاجه مهمه في الحياه. فلما انت تبقى شبه صاحبك، صاحبي لابس ده فاروح لماما اقول لها انا عايز البس زي صاحبي، انا عايز اعمل زي صاحبي، دي مش دايما صح طول الوقت. ممكن نبقى زيهم لما نيجي ننجح، لكن مش على طول نقلد الناس، لان لما بنقلد الناس بنفقد شخصيتنا وبنفقد الحاجه الفريده اللي ربنا اداها لنا. لو انت حد من اصحابك كل ما تعمل حاجه مش عاجباه وعايزك دايما تغير من نفسك، انت بتعمل ايه؟ ممكن ما اتكلمش معاه تاني مثلا. ممكن ما اتكلمش معاه تاني. برافو عليك، ان انا يبقى عندي شخصيتي ان انا ارفض. لا، دي يا ولاد احيانا لها شخصيه، ان مش كل ما انا اللي قدامي عايز يغيرني. اكتر ناس ممكن يفهموني وبيبقوا عارفين مصلحتي هي ماما وبابا.
عارفين ممكن ده المكان كبير عليا شويه، ممكن ضيق عليا شويه، لكن مش كل حاجه يقولها لي صاحبي اجري اعملها، لان مش هيفهم، لان هو في النهايه سنه قد سني، صح ولا لا؟ ممكن يطلب مني حاجات واغيرها عشانه، بس ما تبقاش في صالحي انا. فانت قلت حاجه مهمه جدا، ان احنا ممكن يجي وقت علينا نقول لا، ومهم احيانا في حياتنا نقول لا في بعض الوقت. انت قلت قبل كده لا يا حبيبي لحد؟ يعني مثلا لو حد جنب البيت قال لك تعالى معايا اوديك مشوار او تقابل بابا او ماما، اروح معاه ولا اقول لا؟ لا. شفت بقى لا مهم احيانا ازاي؟ لو رحت العب مع اصحابي وكل ما اروح بحاجه يقولوا لي غيرها مش عاوزينها، لازم في وقت من الاوقات اقول ايه؟ لا. لا. القصه بتاعت النهارده عجبتكم؟ اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بيها وتكون مفيده، وسعيده ان انا شفتكم النهارده. خلصت كده حلقتنا، يا رب تكونوا استفدتوا.